ايه أغرب لقطة شفتها في الكرة المصرية؟ في مصر عندنا لقطات غريبة كتير، وأغربها لقطة مش مفهومة لحد دلوقتي في عالم كرة القدم كله. لما يوسف أوباما اللي كان لاعب الاتحاد السكندري في وقتها اتحسب لفريقه ضربة جزاء في الدقيقة 90 في الدوري وهو بيلاعب المحلة، فتقدم أوباما عشان يشوطها، لكن ركلة الجزاء ضاعت عشان الحارس صدها. فقام أوباما سايب الماتش وراح على غرفة الملابس بدون تبديل، وكان لسه باقي 6 دقايق وقت إضافي في الماتش، واضطر كابتن مختار ينزل لاعب مكانه كتبديل. والمشكلة إن الحكم كمل وساب البديل ينزل والماتش خلص عادي. ما تخليك فريش، ده احنا فرحنا يا ست الكل. ولحد دلوقتي محدش يعرف ايه اللي خلى أوباما يتصرف بالطريقة دي. ولقطات كتير أغرب وأقرب في الكرة المصرية، ولسه ياما هنشوف.